السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل صينية البسبوسة اللي حضراتكم شايفينها دي، سهلة وسريعة وبمكونات بسيطة وابسط مما يكون، وفي خلال نص ساعة مش هتتخيلي ان انت هتاكلي احلى حتة بسبوسة اكلتيها في حياتك. مش اكتر من نص ساعة، يعني حوالي نص ساعة من وقت ما هتجهزيها لحد ما تطلعي بيها من الفرن، مش هتاخد منك اكتر من نص ساعة. بس لو اول مرة ليك في القناة، وقبل ما نبدأ الفيديو انزل تحت الفيديو واشترك وفعل جرس التنبيه علشان يوصلك اشعارات بكل وصفاتنا الجديدة. وقبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تدوس اللايك للفيديو، لان الفيديو مهم جدا. اللايك مهم جدا، اللايك للفيديو عشان يرفع الفيديو. ويلا نبدأ وصفتنا على طول. في البداية حابب اقول لكم بس ان الوصفة بتاعتنا هنعملها على السخن، يعني هنعملها على النار من فوق، على البوتاجاز من فوق. هنبدأ ننزل بنص كوباية من الحليب السايل، وبنزل عليهم بكوباية إلا ربع من السمنة أو الزبدة، ولو في سمنة بلدي يبقى سلام، حاجة تحفة جدا، لأن السمنة البلدي طبعا في الحلويات بتفرق معانا في الطعم وبتنقل الطعم مكان تاني خالص، يعني لو في سمنة بلدي يبقى أفضل. وبننزل عليهم كمان بكوباية إلا ربع من السكر، وبنرفعها على النار طبعا، وبنبدأ نحرك المكونات دي على النار لحد ما السكر بتاعي يدوب معايا تماما وكل المكونات دي تندمج مع بعضها. مهم جدا يا جماعة ان السكر يدوب معايا تماما، خطوة مهمة جدا، ودي تكة مهمة جدا عشان تنجح معايا البسبوسة في الوصفة اللي احنا بنعملها النهاردة بالذات. بعد كده بنزل بكوبايتين من سميد البسبوسة. سميد البسبوسة الناعم يفضل هنا في الوصفة بتاعتنا يكون ناعم عشان تطلع معانا ناعمة وما تكونش ناشفة. بعد كده انا بنزل بالمكونات السايلة اللي خلطناها مع بعض على النار، وببدأ اخلطها برفق جدا، يعني اعملها بس بالسباتيولا كده مش اكتر، طبعا عشان زي ما انتم عارفين ان البسبوسة او السميد ما بيحبش العجن الكتير، يعني يا دوب تتشرب السوائل اللي معانا بس مش اكتر. بعد كده انا معايا صينيه مقاس 26، ودي طبعا الصينيه دايما اللي بستخدمها في البسبوسه. انا بدهنها وبغلفها كويس كده بالسمنه، وكمان بغلف الاطراف كويس جدا. ومعايا ورقه زبده، طبعا انا مظبطها كده على قد الصينيه. انا حابب ان انا اقلب الصينيه دي، اللي مش حابب يقلب الصينيه دي طبعا زي ما هتشوفوا معانا في الفيديو ممكن يعملها كده من غير ورق زبده، وممكن تستخدمي طبعا الاكياس الحراريه، بس ده اسهل، وطبعا اسهل وفي نفس الوقت متوفر ورق الزبده. وبرجع ادهن تاني زي ما انتم شايفين كده ورقه الزبده، اديها دهنه خفيفه كمان، يعني انا بدهن من تحت وبدهن من فوق بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. وببدا بعد كده انزل بالخليط بتاعي، وزي ما حضراتكم هتشوفوا كده الخليط اللي قدامكم خليط لا هو سايل قوي ولا هو ناشف قوي. ببدأ انزلها في الصينية وافردها كويس جدا. احرك الصينية كده بايدي واديها خبطتين ثلاثة كده خفاف، هتلاقيها اتفردت لوحدها معاكم، يعني لان طبعا الخليط بتاعنا لا هو سايل قوي ولا ماسك قوي. تمام زي ما حضراتكم شايفين كده، عشان يطلع معايا وش البسبوسة بتاعتي ناعم واملس ويطلع لون واحد بنفس الوقت. نبدأ بعد كده ان احنا نزينها بالمكسرات. حابين
ان انتم تعملوها ساده مفيش مشكله، حابين تعملوها بالمكسرات مفيش اي مشكله. عندي كده مكسرات طبعا. واهم حاجه في الخطوه دي خدوا بالكم، في ناس بتقول بعد ما بتحط المكسرات بتلاقي ان المكسرات بعد ما بتسقيها بالعسل عامت على وش العسل، وطبعا ده لان هي ما بتضغطش الضغطه اللي انتوا شايفينها دي. نضغط كده على المكسرات عشان واحنا بنسقي العسل ما تعومش على وش البسبوسه بتاعتنا. كده احنا زيناها بالمكسرات اللي موجوده عندنا. نيجي بقى لموضوع الفرن. اهم حاجه ان الفرن لازم يكون متسخن قبلها اقل حاجه ب 10 دقايق ب 12 دقيقه بالظبط. يعني لازم يكون الفرن سخن، وبتاخد بالظبط مني من 20 دقيقه لنص ساعه بالظبط. حابين تعملوها زي ما قلنا ساده مفيش مشكله، حابين تعملوها بالمكسرات برضو مفيش مشكله. هندخلها الفرن وهنجهز مع بعض السيرب او الشربات اللي هنسقيها بيه. نيجي للسيرم بتاعنا بقى، عباره عن كوبايتين من السكر وكوبايه واحده من الميه، وباخدهم ارفعهم على النار من غير تحريك. واول ما بيبدا يغلي معايا انا بديله عصره ليمونه كده وبسيبه يغلي 10 دقايق. وبعد ال10 دقايق انا بطفي عليه النار، واخر اضافه انا بضيف نص معلقه من الفانيليا، وانا بضيفها في الاخر عشان نفضل محتفظين بنكهه الفانيليا. ده شكلها بعد ما طلعت من الفرن. ومهم جدا تكون البسبوسه بتاعتي سخنه والسيرب او العسل بتاعي سخن. الخطوه دي مهمه جدا في نجاح البسبوسه بتاعتي. احنا بننزل بكل كميه السيرم اللي معانا، هتاخد كل الكميه على فكره اللي معانا، بس احنا بننزل بيها واحده واحده كده تتشرب شويه، بعد كده بننزل بالشويه التانيين. بنسيبها تقريبا 10 دقايق لحد ما تتشرب بس العسل بتاعنا عشان نقدر نقطعها. تبرد بس معانا 10 دقايق او ربع ساعه بالكتير لحد ما تتشرب وتبدا تبرد معانا. زي ما انتم شايفين حضراتكم هي فكه من الصينيه خالص، يعني ممكن نقلبها بسهوله جدا.